السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. ان شاء الله دي اول فيديو معانا من الفيديوز بتاعه الراوند بتاعتنا، راوند الاي اي. وتعريف بسيط كده الراوند دي هدفها ان هي تعلمنا كل التولز اللي هتفيدنا بتاعه الاي اي، طبعا اللي هتفيدنا كطلبة علوم. الراوند دي متقسمة الى جروبس، كل جروب فيها مجموعة من التولز. المجموعة من التولز دي بتخدم على تارجت معين او هدف معين. ان شاء الله هنتعلمها جروب جروب ونفهم كل تول منهم بتفيدنا في ايه وهتضيف لنا ايه. اول تول معانا هي إليسيت. وعشان نفهم الجروب اللي احنا بنتكلم عنه النهارده كنبذه كده بسيطه، الجروب ده هدفه ان هو يعمل لي تجميع للمقالات العلميه. طيب انا محتاج ده في ايه؟ يعني ايه اللي انا استفدته، او المشكله اللي بتحلها التول دي. التول دي بتحل مشكله مهمه جدا، وهي مشكله تجميع المقالات. طب ايه المشكله برضو؟ لان الحلول التقليديه ان انت كان لازم يبقى معاك كي ووردز معينه، اسمها كلمات مفتاحيه او دلاليه، لازم تحطها في جوجل سكولر، بابمد، اي مكان في بيبرز، عشان تقدر تجمع البيبرز المعينه او اللي انت عايزها الريليفنت بالموضوع بتاعك. النهارده مع الاي اي الموضوع بقى اسهل من كده بكتير، الا وهو ان يبقى في تول معينه انت بتقول لها سؤال معين، مش لازم تقول لها كي ووردز. بالسؤال ده هي لوحدها بتستنبط وبتعرف تجمع لك كل المقالات الريليفنت بالموضوع ده. والنهارده هنشوف آه تقدر تقول كده يعني دليل او تجربه بسيطه. يلا بينا. إليسيت، تخش على جوجل كروم تكتب إليسيت وتخش تعمل اكونت عليه. تمام. ده الانترفيس اللي هيظهر لك اول ما تعمل الاكونت ان شاء الله. تفتح الانترفيس او تفتح الاوبشن ده اسمه فايند بيبرز. طبعا هتلاقي فايند بيبرز، تشات وذ بيبر، اكستراكت داتا، ريسيرش ايجنت، ريبورت، سيستماتيك ريفيو. هنشرح كل حاجه بالتفصيل. الفايند بيبرز دي المهمه الاساسيه بتاعت التول، الا وهي انها تجمع لك المقالات. تاني اوبشن معانا وده اوبشن مهم جدا، شات وذ بيبرز. ودي بعد ما انت بتجمع المقالات تقدر انت تبدا ان انت تتناقش مع المقالات دي. ازاي؟ تسال على حاجه معينه جوه المقالات دي، تطلع داتا معينه من المقالات دي. فاهم؟ فيعني شات وذ بيبر كانك قاعد مع المقالات وعمال بتتكلم معاها. والاثنين دولت انليمتد خالص يعني، ودي ميزه كويسه جدا في ليست. الباقي زي يعني اكستراكت داتا دي طبعا ده للنسخه المدفوعه بس. الريسيرش ايجنت والريبورت الاثنين ليميتد، يعني هم فري بس ليميتد، ليه كريدتس معينه. الكريدتس دي لما تخلص مش هتعرف تستخدمهم تاني الا لما يتجددوا الشهر الجاي. تمام. لو مثلا حطينا السؤال ده بنقول ايه هي اكتر الطرق الفعاله لتحضير وتخليق الميتاليك نانو بارتكلز. هنا هو بيقول لك قوه السؤال، هل السؤال كويس جدا وسهل عليه ان هو يديك الريليفنت بيبرز اللي عليه. كل ما كان السؤال اقوى كل ما تسهلت على التول انها تجمع لك الريليفنت. فدايما يعني تفاعل مع الريسبوند دي، لو هي ضعيفه هو بيقترح لك اسئله اقوى من كده. عشان كده بص هو حتى بيقترح لك كمان اقتراحات اكتر بتقوي من السؤال. ممكن نكتفي بان هو جود وخلاص ونعمل سبميت. بيبدا هنا يحمل الورك سبيس اللي هيشتغل ويجمع لنا فيها كل البيبرز اللي موجوده او الريليفنت بالموضوع بتاعنا. نستنى الاستاذ يجمع لنا الحاجه. بعد ما يجمع لنا هتلاقيهم كلهم متجمعين دلوقتي ان شاء الله في مكان واحد اهو. جمع لنا اهو السورسز كلها. هو جمع لنا 9 مقالات ريليفنت التوبيك اللي احنا بنسأل عنه. في البداية هتلاقيه أولا عامل لك سمري للمقالات كلها. تمام. والبيبر دي بتتكلم عن ايه، او البيبرز دي كلها بتتكلم عن ايه، واداك حتى السايتيشنز اللي من كل بيبر، يعني كل باراجراف من ده هو اخده من بيبر معينه مذكوره في الريزلت اللي طلع لنا، وهو جايب لنا السمري بتاعه. فمثلا هنشوف اهو ايه هو جابه لنا. جاب لنا تسع مقالات، 9 بيبرز متعلقه بالسمري، او متعلقه انا اسف بالسؤال اللي احنا سالناه. تمام. وقصاد كل مقاله منهم طبعا هو كاتب شويه معلومات عن المقاله، اسم المقاله طبعا، الباحثين الناشرين ليها، الجورنال،
سنة النشر وعدد السيتيشنز الدي او اي بتاعها، وهل دي مسموحة بالكامل. يقول لك فول تكست افيلبل، يعني دي اوبن سورس تقدر تحصل على الورقة البحثية بالكامل. وفي ناس حاجات تانية ابستراكت اونلي مش هتقدر تحصل عليها لان هي غالبا بتبقى مدفوعة، فبالتالي بتضطر ان انت يا اما تحصل عليها يعني تدفع الاشتراك بتاعها تشتريها، او تحصل عليها بطريقة تانية. هبقى اعرفكم ايه هي الطريقة للحصول على المقالات العلمية اللي هي بتحتاج تدفع لها فلوس بطريقة من غير ما تدفع ولا جنيه. طيب، قصاد كل مقالة زي ما قلنا هتلاقي سمري بسيط عنها، تقدر من هنا تعمل لها داونلود، تختار المقالة اللي انت عايزها وتعمل لها داونلود عادي وتحملها عندك. وكمان تقدر تعمل فلتر للمقالات كلها، تقدر تحمل بس او تجيب المقالات اللي عندها بي دي اف بس، واي مقالة ما فيهاش بي دي اف مش هيظهرها لك. تقدر تحدد كمان عايز المقالات تظهر من سنة كام لكام، وكمان الكواليتي بتاعت الجورنال اللي انت عايز تاخد منها المقالات دي. طبعا احنا عارفين ان الكيو 1 هي اقوى انواع المجلات، ثم كيو 2 وهكذا. وطبعا الشورت هنا موست ريليفنت، هو اصلا ما فيش غير يا اما مثلا السايتيتد، يا اما طبقا للتايتل، يا اما طبقا لموست ريسنت من الاقدم للاحدث. فيعني هي طبعا الخيار اللي مفعل هنا او اللي احنا فعلناه هو الموست ريليفنت. احنا عايزين الاكثر علاقة بالسؤال البحثي بتاعنا. طيب، اهم حركة هنعملها عشان هنبدأ نستخدمها بقى وندخل على الخاصية اللي بعديها. طبعا انت لو ضغطت على اسم المقالة هيطلع لك على المقالة على طول، او على المكان اللي نشرت فيه هذه المقالة، طبعا في مجلة ساينس دايركت. اقول له ان انا والله مش روبوت اهو، I am human. هيديك المقالة هيك كاملة، عندنا فول اكسس على المقالة عادي جدا، ونقدر كمان نشوفها as a PDF ونحملها عندنا. مقالة يعني شكلها طويل فعلا، 23 يعني كويس، 23 بيج. فده في حالة لو انا ضغطت على اسم المقال. طب لو ضغطت على المربع ده اللي متحدد على المقالة، لا هو هيظهر لي الابستراكت بتاعت المقالة كده مبسط عنها، حاجة يعني بسيطة. والدي او اي طبعا بتاعها عشان لو انت عايز توصل الى المقالة. تمام. طيب دلوقتي انا لو عايز اتشات مع البيبر، تاني اوبشن معانا، اتشات مع البيبر. اول حاجة شوف انت عايز تتشات مع انهي بيبر، هل عايز تتشات مع بيبر واحدة مثلا دي مثلا، او عايز تتشات مع البيبرز كلها اللي انت جمعتها. فتضغط على التسع سورس دي وتعمل سيف تو لايبراري. اللايبراري اللي هي هنا دي اهي. نستنى عم حاج لحد ما يعمل سيف ونخش على اللايبراري. هنلاقي ان اللايبراري فيها المقالات دي كلها. تمام. طيب، بما ان المقالات موجوده هنا، اقدر ان انا اعمل بقى اوصل للشات وذ بيبر. طب اوصل للشات وذ بيبر ازاي؟ انا دلوقتي اهو في الصفحه بتاعه الانسر، الريزلت اللي هو اداني. اروح على نيو، اروح على الانترفيس من اول وجديد، واختار اوبشن من هنا تشات وذ بيبر. هو لوحده هيقول لي سيلكت ذا سورسز. اضغط على سيلكت سورس. بياخد السورس منين؟ من اللايبراري. عشان كده قلت لك لازم تضيفهم لللايبراري. طيب، احنا طبعا لما تضيفهم لللايبراري طبعا هو لازم على موست 8، ما ينفعش تختار 16. فهنختار 8، 8 مقالات يعني اهو، 2 3 او حتى 4، حتى مش لازم 4 مقالات هنتشات معهم ونعمل سيرش. هو بيحمل اهو، حمل السيرش اهو. بقى عندك تو كولومز، عمودين، عمود البيبر وعمود السمري بتاع البيبر. تمام. طيب، تقدر ان انت عندك اوبشن ان انت تعمل اد لكولومز جديده، عواميد جديده. في الاول انت ممكن تعمل من هنا edit columns. هو هنا بيعمل لك suggested columns، يعني بيقترح لك عواميد من عنده تضيفها ليه. طبعا عمود السمري هو كده ضايفه في العمود بتاع طرق التخليق نفسها، عمود بتاع الكاركترستكس، عمود استنى عمود بتاع الابلكيشنز والبرفورمانس. كل ده ممكن تضيفه عادي جدا. وممكن تضيف عمود اخر yes or no، وتضيف هنا في الانستراكشنز انت عايزه يعني كايند اوف داتا يدور عليها. ايه الداتا اللي انت عايزه يدور عليها؟ هو بيقول لك اديني هنا انستراكشر، يعني اديني هنا تعليمات.
ازاي ادور ايه نوع الداتا اللي انت عايز ادور عليها، واديله اكزامبل عشان يفهم وتقدر تسمي هنا الكولوم بتاعك. مثلا لو احنا عايزين نضيف عمود او كولوم في yes or no، ممكن مثلا طيب عايزين نضيف كولوم مثلا عن ايه، عايزين مثلا نسأله طيب هل النانو بارتيكل ستيبل، هل البيبرز دي ذكرت ان النانو بارتيكلز دي عندها stability عالية ولا الاستابيليتي بتاعتها ضعيفة، فمثلا نسأله اهو، نسأله does the paper report long term stability للنانو بارتيكلز، تمام، يعني ما حتى اديت له مثال بين قوسين هل هي ستيبل اكتر من مانث، واسمي مثلا الكولوم بتاعنا stability مثلا stability، واضغط اد كولوم، هتلاقيه اهو بيضيف كولوم بتاع الاستابيليتي. طيب نرجع هنا لحد ما يضيف الكولوم بتاعنا، نقدر ان احنا ask anything about the results، اسال اي حاجه متعلقه بالريزلت، مثلا هي غاليه ولا رخيصه، النانو بارتكلز دي، هل النانو بارتكلز دي ايكونوميكال ولا لا، مجديه اقتصاديا ولا لا، الميثودز بتاعت التخليق دي مجديه اقتصاديه ولا لا، تقدر تسال الاسئله دي كلها. طيب مثلا عايزين نعرف الليميتيشن الموجوده في الريبورتس دي، فمثلا نكتب نقول اهو what are the most limitation او limitation مثلا limitation من mentioned in the studies. ايه اكتر الليميتيشن، نشوف هيرد يقول لنا ايه، بيعمل عمليه think بيتشات بيدور على نوع الداتا اللي موجوده اهو، عشان كده بيقول لك based on the available sources the most significant limitation mentioned in the studies toxicity تمام، transitional research challenge, process control and optimization, understanding mechanism, environmental impact, performance, regularity issue. يعني هو وطبعا ذكر كل حاجه بالتفصيل وذكرها هي في انهي مقاله بالظبط. فعايز اقول لك ان انت تقدر تتشات مع البيبر، ان انت باي سؤال يجي في ذهنك طبعا طبقا للبيبر، طبعا عشان انا يعني ما عنديش خلفيه عن البيبرز قوي او بالتوبيك، فما عنديش اسئله معينه في دماغي غير مثلا الليميتيشن اللي يجي في دماغي ده. فتقدر طبعا تعمل اكسبورت للبيبرز دي، بس طبعا هي للاسف للابجريد بس جيت فول تكست. تشوف بقى انت هتحصل على الفول تكست ازاي، برضو من خواص طبعا ده للكمبيوترز، يعني ان انت تقدر تضيف الليست للبراوزر بتاعك از اكستنشن، بس ده للكمبيوتر، فاحتمال ان انت اصلا تكون بتستخدم التليفون. تقدر طبعا تسورت البيبرز دي اكوردنج بقى للريسنت، اكوردنج للتايتل، مش تفرق، المهم ان احنا عرفنا. طبعا هنا في العمود هنا لو جيت عند كل بيبر قصاد كل بيبر السمري بتاعها وطريقه التخليق بتاعتها بالتفصيل الممل، وتقدر تضيف، تضغط هنا عند النجمه دي يعرض لك الكلام ده موجود فين في البيبر بالظبط، يعمل لك هايلايت عليه كمان، وتقدر تخش كمان على النانو بارتكل كاركترستكس، تعرف منها الكاركترستكس بتاعت النانو بارتكلز لكل بيبر ايه اللي ذكرته، الابلكيشنز بتاعت كل بيبر، والاستابيليتي بقى اللي اتكلمنا عنه، قلنا ان هو اهو هو طب قال نو بناء على ايه، طلع لك الحته اللي منها البيبر قالت نو ان ما فيش استابيليتي تقريبا في البيبرز الثلاثه دول. فدي ملخصا كده استخدام اليسيت والخاصيتين الجمال جدا بتوعه اللي هو الفايند بيبرز والتشات وذ بيبر، عشان تبقى عارف ان التول دي الفايند بيبر والتشات وذ بيبر الاثنين انليمتد، ودول كافيين جدا والله اللي باحثين زينا لسه في اول الطريق. الريسيرش ايجنت ان شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل، وهقول لكم كمان ازاي نعمل الحاجات دي، كرييت تيبل وجنريت السلايدز ودرافت ريبورت واللاندسكيبس والحاجات دي كلها ان شاء الله يعني. ف ان شاء الله خير.
يعني انا متحمس زيكم والله للبدايه، واتمنى انكم تكونوا بتستفادوا تفاصيل التاسك اكتر، والمطلوب منكم ان شاء الله هتعملوه وتسلموه امتى هيبقى موجود تحت اسفل الفيديو. ان شاء الله هعرفكم برضو انه ان المفروض طبعا عشان انتوا عارفين المفروض كل اسبوع في تو تاسكس، عندنا تاسكين كل اسبوع، تاسك كل 3 ايام، التاسك الواحد بياخد 3 ايام، فالتاسك ده المفروض بعد 3 ايام هتسلموه. فيعني مش عايزين ايه بقى من البدايه كده، عايزين الناس كلها تبقى ملتزمه معانا ان شاء الله، لان والله في تيم كامل كبير بيشتغل عشان يظبط المبادره دي والله، واتمنى توصل لكل الناس والناس كلها تستفيد منها. آه كان معاكم علي الكوشي، والقاكم على خير.